أنا الجوكر، والجوكر ورقة تقوم مقام أي ورقة أخرى في ورق اللعب. عندما كنت طفلا لم أكن أحب الملابس. كانت أمي كلما تغير لي ملابسي تلاحظ تغير طباعي وتصرفاتي مع كل ملابس كنت ألبسها. لدي موهبة خارقة، أو كما يسميها البعض معجزة، أو ما يفوق الخيال ولا يصدقها إنسان. الملابس قد تتغير وتتبدل وتتسخ وتتمزق وتذهب ألوانها، ولكن نبقى نحن من نختار ومن نلبس ومن نقرر. يا جوكر، جوكر، يا جوكر، الله يعينني عليك. لو أنا سميتك يك ولا بنت ولا ولد ولا شيبة إنه أفضل. جوكر، ها هما هابة كده أمك. ماشي هو غير بين أدلعكم يابا. هيا أحسن، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. ما شاء الله والدلع، ما من هذا الدلع تكيش دلعني. تمام، حاضر يابا. جيش أكلمك في موضوع. يا الله، الموضوع كل مرة نفس الشريط. أكلمك بحاجة وتسمعها. تمام، حاضر يابا حاضر. ممنوع تساير أصحاب السوء، ممنوع تخرج من البيت وترجع متأخر، ممنوع تاكل من أكل الشوارع، ممنوع تشرب وانت واقف، ممنوع تلعب بالسلاح، ممنوع تضيع وقتك بالجوال، ممنوع تدخل. ممنوع تقلدني. حاضر يابا حاضر. أو نمسي يبني ساعة هذا أمان كان أي مصك مصوص ويابا يهنجن نمسي من لغاجتك بعد أيكون يجي يومية. النمسي هذا خطير طار، كان نمسي أنا وطار. اسمع ذا حين يا ابني. حاضر يابا. يلا شاسير عمل وانت الكلام اللي كلمتك به تسمعه وتنفذه. تمام، حاضر يابا. مش تدخل من هنا وتخرج من هنا. عيني. يلا نمسي ثاني. خلاص. كتر. ليش أبيبي يعاملني هكذا؟ ليش أبيبي يمنعني؟ ليش الآباء كلهم يفعلوا بابنائهم هكذا؟ ليش بيعاملوا ساعة الأطفال؟ وابته. أنا أقول لك ليش يا ابني؟ لأنه أحبك وأخاف عليك أكثر من نفسي، ولأن الآباء لهم تجربة في الحياة أكثر من الأبناء، وعمر الآباء ما يمنعوا أبنائهم إلا لمصلحتهم، وما يمنعوهم من شيء إلا خوفا وحبا عليهم. ومهما كبر الابن يظل الأب يشوفه ابنه وفلذة كبده والروح الجميلة اللي من روحه. ما بتعال يا ابني. غير قلت بكن أمي تكوي له الثوب. تلقى التلفون حقي نسيته. بشر هذا. كما أنت بتكسر الكلام اللي قلت لك عليه. حاضر يابا ولا تخاف. أو بالنمسي. لا ما بيش نمسي ولا بهشي يابا، الله يحفظك. أنا فهمت خوفك علي وتعليماتك لي ونصايحك. أنا بتكلم من صدق؟ أيوة يابا، الحين كذبت علي. أنت بدك تكذب علي يوميا. هذه المرة من صدق والله يابا. أنا عشت مشاعرك وعرفت ما في داخلك، وأنا في دارك يا أحسن أب بالدنيا. وأنت أحسن ابن في العالم. أمانة أنت أحسن أب بالعالم. وأنت أحسن ابن في الكون والكواكب والمجرات. وأنت أحسن أب في الأرض والمريخ وزحل وكوكب زمردة. من يجي زمردة هذا؟ مرتك الجديدة. اسكت.
اسمعك امك وبعدها تصدق يا كلب. والكلب وفي. اي والله يا ابني، ريت والله والرجال اوفياء مثل الكلاب. خاطرك. الله يفتح عليك. وانت ما بتشعل انا في غرفتي؟ مش قلت لك اكو الثاو باش اديه لامي وي. طيب سر عند امك تكوي، ما جالس تفعلها انا. يلا ما جاي. جوكر جوكر جوكر، افتح. انا ابن خالتك اللي تفكرني يا هبل. جوكر. اهلا بخالتي الهبل. باليمين يا هبل. صح. هبل من الله. بابن احسن خالي الافضل. حرشتني يا هبل. هبل دائما تهلبلني. بالعين انت جوكر او متذكر شخصيتك. بعدين تزعل لما اقول لك يا هبل. اصلا ما حد عرفت لك الا انا. انت بس ملابس وتتغير وتنكر. صح لما نسمعني هبل تفضحنا. ما حد سمع. اسكت. الحين اسمعني، انا جيت لك في موضوع مهم جدا. ها ايش الموضوع؟ موضوع يا قلبي. ما له قلبك. حكيت. ايوه ادخل داخل. ادخل الجامع داخل. الله ايش بنت خالتك؟ ادخل. بنت خالتي. صح يلا. بس امانه كيف الصندل؟ هو صندل اهبل تاع اللي لابسه. سير غيره. ايش تغير؟ ادخل انا في دارك. ادخل. والله طلعت حبيبي يا سعيد، وانا لا هبلي ولا انا داري بشيء. قلتها بنفسك، انت الهبل، ما تقولش تقول لي انا هبل. بس امانه لا تحاكي حد، والله تحددنيش. طيب اسمع مش وقتك الان. قل لي من هي، يمكن اطلع اعرفها ولا شيء، ولا تعرفني ولا ما تعرفهاش. ماشي شوف، هي قالت لي يعني نشتي نلتقي ونجتمع مع بعض، وانا قلت معين لا. ابن خالي الغالي صديقي الحالي جوكر حاكي، وهو يقول لي ايش اعمل. طيب انا اقول لك ايش تعمل يا هبال. لقيتها. ايش؟ تقول لها تمام نلتقي، وشايجي ليش انا وصاحبي. منو صاحبي؟ انا. وانت ابن خالي. هو انا ابن خالك صاحبه؟ انت عجيب ابن خالي ولا صاحبي؟ انا بجي انت وانا انت الجن سير الجن. اسمع الحين مش وقتك. تقول لها شايجي ليش انا وصاحبي عشان تطمني وما يكونش الشيطان ثالثنا. يعني انت عجيب بدل الشيطان. قوم خرج. والله الشيطان بنفسه ما يزعل هكذا. يا الله راسي. فهمت. مش انا هبل، انا فهمت. انا اقول لها انا وابن خالي بن خالتي بن صاحبي. انا وانت ونلتقي لها. بس شو الصدق؟ انا خايف. من ايش خايف يا هبل؟ من ايش خايف؟ انا متوتر. توتر ليش؟ اصلا احنا عيال الناس. وهي عيال نمسوجة. يوه، يعني ضروري نقرا الاذكار. ليش وانت حافظ لهن؟ انا حافظ دعاء دخول الحمام. يا الله غفرانك. قم خرج. دي صندل العقل. سك. معلش تأخرت عليك، كانت زحمة شوية في الطريق. كنت تركبي متر. اهلا وسهلا، ايش طلباتكم؟ ادي لنا واحد رقيه بالاذكار. عصا ما دخلناش مركز رقية لخراج الجن. عصا انت قلت جه. احنا في مقام لو سمحت يا اخي اذري نشتي واحد بن مخمخ. بن ايش يا بنين؟ نزلي من كل حاجة موجود معاكم، نزلي سكريم، نزلي حلويات، نزلي سكريم، من كل شيء موجود معاكم نزلي. اي شيء موجود معاكم، ما تخليش حاجة نزلي. وعلى حساب من؟ على حساب الحب والسعادة. سعيد. انا صايم. عفوا ربشتوني، يعني ايش طلبكم بالتحديد؟ يعني ادي بن ولا ادي تمر للصايم ولا ايش بن الله يحفظك. بن خير طبعا. اوكي، حنن لكم دقائق بس وارجع لكم. طيب عن انفك. جلس بن. انا ما داري على ايش حبتك يا هبل. على هبالتي. انت بتحسدني صح؟ حسد على حالاتك ولا هبالتك.
بس أمانة كيف هي خالية صح؟ أنت حبيتها حتى أنت صح؟ أحسن شيء إنها نست شيء من ملابسها. خليني الآن أقوم أعرف إيش نيتها وإيش شخصيتها وإيش تفكر. شكرا لي لتلبية دعوتك لي للقائك. الحين هذاك ليش جبته معك صاحبك اللي مدري ايش اسمه؟ هذا اسمه جوكر. سعيد جدا. انا اشتي بتزك والعب بمشاعرك واحاسيسك من اجل تعطيني الرصيد وكل اللي في بالي منك، علشان تعطيني الفلوس والهدايا والرصيد، وأنت على نياتك كهبل ومسكين لدرجة حتى أنك صدقت أني أحبك. بس أنا هكذا أتلاعب بمشاعرك ومشاعر الناس أمثالك اللي يصدقوا وعلى نياتهم. يا بنت الذين، يعني كل اللي كنت تقولي لي كذب. قلت لك إنك هبل. هبل؟ هذا بس الجوكر يجي يقول لي هبل. أيوة صح. أنت ذا الحين أنت ولا أنت الجوكر ولا ها؟ أنت ذا الحين الجوكر صح؟ ابن خالي الجوكر صديقي الغالي، بينت لي حقيقتها. أنا أشكرك، أنت الحب الحقيقي. والله أنا بين حبك كريم والله. يا ليتني شنطتك دفاتر، بالصبح ندرس والعشية نذاكر، مساء التفاح رقمك نقدر ارتاح، صباح العنبر ممكن الننبر، مساء التوت رقمك ولا اموت. أدي لكم رقمي أنا. يا حلاوتهم. أرزاق هذه اسمها وش اسمها؟ رزق الملاح للرباح. هو قصده يعني الرباح معنى ربحي، يعني ربحي يعني القد القد. هذا غرق. ما عجبك بهذا اللهبال؟ حتى أنت شكله علمك جوكر تقول لي هبل صح؟ ما بتدوروا. هي أيوة قومي رتبي، ما هو اللي بيتحرش رجال الناس. ملطم حامي صح؟ اللي لطمتني بنت. ايوه هي بنت. وهذا منو؟ قبل الملطم بنت، بعد الملطم ولا انا والله ما لي علم. وجب علينا الحرب. يلا رقمي لا نعرف، رقمك لا نعرف. الله قلت لك. الله عليك يا جوكر البطل. أيوة والله لا نجيهم بالصندل. بس عادي جديد صح. ايش في ايش حصل؟ اللي حصل إن إحنا عرفنا حقيقة احتيالك العاطفي على الأهبل هذا. ما توقعت تستغلي مشاعري، تحوليني لسلعة، تخليني أشتري مشاعرك. ما توقعت المشاعر تشترى، وإنه أرسل لك وأدفع لك مقابل المال والاهتمام والحب كل باقي هذا حرام. جوكر. جوكر مالك؟ بل انت بتصير بيمثلوا. بيمثلوا. أيوة بيمثلوا. انا في نفسي امثل.
تمثل أهبل؟ الأهبل بطولة؟ بطولة وعرضه. تضحك علي صح؟ أنت دائما بتضحك علي، بتستهتر فيني، وأنا بين أعتبرك أحسن ابن خال، وأنا أعتبرك أعز أصدقائي، أعز أصدقائي في الحياة الدنيا. الدنيا والآخرة، ولا إله إلا الله، سبحان الله بحمده، استغفر الله العظيم. بطل أهبالة. أصلا هذا اضحكي. تعال. خلاص. نعم. خلاص. ما تفهمش أنت أصلا. الحين اسمع. ولا يهمك يا سعيد، الله خليك تمثل توقع سعيد يا سعيد. قل والله. هات مصحف حلف. أنت تروح المصحف. حلف. فتح لي تطبيق القرآن حلف. ما لاقدك ما تشش توقع أهبال، ما توقعش أهبال. هيا رحلك من هنا. حلف فرس الهوت. الله يحفظك. بلوتوث. الله يقضي حاجتك. خلاص مشي. ماسنجر. افهم كلام. افهم يا أهبال. خلاص فهمت. فهمت. خلاص بكرة ولا يهمك. لا نمثل من العين هذا قبل العين هذا. بكرة إن شاء الله. فين الصندل الحقي؟ يوه احنا الصندل هذا. قوم اخرج. تمثلوا. يا جوكر والعسل يفعلون البلط زيت. استاهل. فين الممثلين؟ الممثلين داخل. الله، هذه على كهرباء ولا على على جدتي مشي. أين الممثلين؟ يا سعيد. والممثلات والمخرجين. سعيد ورب الكعبة لو ما تجي. لا الممثلات تمشي، مش وقت الممثلات يمشي. وين الممثلين؟ الممثلين السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم يا استاذ مروان؟ يا مرحبا. الممثل. كيف حالكم يا استاذ؟ اهلا وسهلا. احنا والله من اشد المعجبين والمتابعين، بنبصرك يعني بالتلفزيون كل ساعه. ايوه انت بتمثل بالتلفزيون واحنا نبصرك وانت بتمثل، وانت ما شاء الله عليك بتمثل. بس كيف مثل يا استاذ؟ كيف مثل انت بتمثل؟ هذا هبل. سامحنا يا استاذ، يعني هو دائما يبصرك بالتلفزيون، اول مره يبصرك يعني وجه لوجه، ومرتبك ما ادري ايش يقول، ويعني من اشد المعجبين حتى انا والله. بس هو يعني كيف اقول لك، مبدع بالتمثيل، دائما يمثل على ابوه منه مريض عاسب يعني يعطف من المدرسه، بس انتم بسروا له دور هانا ولا هانا وهو يعرف يمثل. دور شقة غرفه يا استاذ، اي حاجه انا مساعد. لا ما شاء الله عليك. خلاص دخلنا عند المخرج لهانك وكلموه يخليه يمثل. يا استاذ مش مخرج، انا اشتي ممثل مش اخرج. ايوه ادخل كلم المخرج قول له اشتي امثل ويخليك تمثل. انا مش تجي مخرج، انا اشتي ممثل، يعني انت ممثل انا اشتي ابقى ممثل، يعني مش المخرج. ايوه تشي تمثل. هو ادخل عند المخرج كلمه يخليك تمثل. انت ممثل، انا اشتي ممثل مع ممثل. انا ممثل ما مش مخرج، انا ممثل وهو يخليك تمثل المخرج. هذا يخرج وانا امثل انا وانت. الممثل او المخرج هو اللي يخليك تمثل. يا استاذ لو سمحت بس ما لك اي شيء، احنا نمشي يعني نبث على ذكريات، احنا ونتصور صوره سيلفي يا استاذ لو سمحت يعني. تمام على طول. طلع التلفون. التلفون في البيت. انا امس فتحت لك تطبيق القران ونسيته انا كيف تحمد الحين هو بالبيت. ايش نقول له الحين؟ انا اقول لك كيف يا استاذ لو سمحت ممكن تسلفنا سيلفي بتلفونك واحنا نرده لك بكره التلفون وانت يعني عادي يا استاذ. تي تصور تلفوني يدي لكم تلفوني. ايوه. لا ما شاء الله. الحين انتم معجبين ولا ملقدين؟ خاطركم. والله يا استاذ مشهد الممثل ويقول لك ادخل عند المخرج وانت ما فهمت. خليه يمثل لنا. يمشي يعمل لنا حتى كبره خفيفه. يمشي. يلا يا شباب جاهز الموقع، جاهز اللوكيشن سريع. يا شباب حاولوا تستعجلوا سريع، يلا استعجلوا ضبطوا اللوكيشن كامل. يلا يا جوكر مالك بتسحبني تحت؟ ده اصبر. مالك؟ من هو هذا؟ هذا المخرج وليش جاي هذا ما يخرج؟ بس وقت الزبجره بلد الحين زبج حامض. شكله بيذاكر مع امتحانات. هذا ما يذاكرش يراجع النص يهبل. كيفكم يا أسا؟ الحمد لله. مش أنت هو أجل أقول أول مرة تقول يا أسا. كيفكم يا أسا؟ بس كنت حابب أقدم لكم صاحبي سعيد، ممثل فريد أهبل أكيد، يتقمص الغباء ويقصد الحوار عصيب. حاكوا المنتج، عند الممثلين جاهزوا اللوكيشن سريع. شكله مخرج
بليد. هي منتج. هي وين المنتج؟ يا عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. كيف أنت يا بن خالي؟ أنت المنتج. أنا ابن المنتج. حياك الله. أصاه. اسمع يا صاحبي، هذا سعيد صاحبي، تمام. هذا جوكر بن خالي. نشتيه يمثل، صرنا له عند الممثل، قال لنا نصير له عند المخرج، والمخرج قال لنا نصير له عند المنتج. وأنت لا أنت شي نسيت. لا تصدقوا، اختيار الممثلين والشخصيات على المخرج. عاد أنا بين أقول لك هذاك المخرج أنا مرتحت له، صورته كذاب. كيف الخبر هذا؟ بس أحيانا المنتج يفرض على المخرج بعض الشخصيات. طيب وذا سعيد يفرضه. أيوة فرضني فرض سنة أي حاجة، أنا مستعد أمثل أي ركعة. ليش؟ أو هو يقرب لي هذا؟ الله لا قال لا قرب له لا من بعيد ولا من قريب ولا مشي، أنا أقرب لهذا جوكر ابن خالي. يقرب للمخرج. ايش دخل القرابة بالموضوع؟ طيب يقرب لطاقم الأعمال. إحنا جينا نتقرب. ليش يعني الاختيار بالقرابة؟ وأحيانا بالوساطة، وأحيانا بأشياء أخرى، ونادرا بالأداء والإبداع. أيوة خاطركم. حاكم أنا أقرب لك. خلاص ما أنت ليش ما قلت له أن أنا بين أقرب لك ابن خالك وهو بيدخلني بالعمل؟ يا هبل ليش أنا المنتج؟ لا. طيب أنا المخرج؟ لا. طيب أنا جدتها. جدتي. بس خبر يا سعيد بس. الحين كيف؟ مالك إلا ما أرضك يا سعيد، والله لا تمثل، يعني لا تمثل. وين عاد تصير؟ جوكر خلينا نصير هذا. جوكر أنا تزعج بس لحالي. يا مخرج. ايوه يا استاذ، باقي شخصيه مهمه للعمل، من رشحتوا له عشان نستدعيه؟ سعيد، رشحنا لها سعيد. ما صوتك متغير. هذا اللي أجرب أداء جديد وكاركتر مختلف، أجسد شخصية. يا سلام عليك، استاذ سواء في التمثيل ولا في الاخراج. ممثل ومخرج ومدير تصوير وإضاءة ومؤلف وأخرج العمل برضه. باقي لك منتج. وكمان منتج. كل شيء جاهز نبدأ. أمانة السطر الأول كان ضخم، خليك على ما أنت بس، وكل شيء جاهز. إيش من صوت؟ اللوكيشن حق المشهد هذا وين؟ المشهد داخلي قد جاهز، والممثل سعيد قد موجود هناك والكل. وين الموقع هذا اللوكيشن؟ نصورها هناك أول مع الممثلين قد موجودين ونرجع نصورها هنا. اسرع. من سعيد؟ مالك تحيبل؟ مالك أنت؟ صور الآن. أنت فرح أنك تمثل معي أنا داري. يلا شباب نبدأ. يلا يا أستاذ جاهزين. 3 2 1. كمان سريع. يلا. مالك؟ أنت سابق. هو يقول لك 3 2 1 يعني نبدأ نمثل. ها. أنت حافظ الحوار حقك ولا ما أنتش حافظ؟ أنا سعيد. يلا نبدأ، يلا بسم الله. الله يخليك. 3 2 1 أكشن. مش قلت لك هذا الزمن أصبح زمن التافهين. أيوة صح. متى قلت لي؟ طب من جاب لي الممثل المقفل هذا؟ من؟ الحوار اللي المفروض تقوله الزمن هذا أصبح زمن المنافقين المطبلين التافهين. الله عليك يا مخرج، صح الزمن هذا زمن المطبلين المنافقين. خلاص اسكت أنت مثل وأنا أقول 3 2 فن. أنا حافظ كل الأرقام والحروف ونسأل جوكر. يا ساد من اديته هذا؟ أنت مش قلت لي اللي عجي يمثل معي فنان معروف زميل معروف؟ يا ساد خلاص أصبح التمثيل هكذا المنهب ودب. تدون لنا من الشوارع من معه شوية فكرة ولا من معه شوية معجبين بدوش يمثل. ما يصلحش يا أستاذ هذا الكلام. من العفو منك، هذا مساعد المخرج، هذا يقصد الحوارات، يقصد الشخصيات، يوزع لي. أنا قد أعرف على بجلطانة، أنا كيف أفعل لنا؟ يا سيد ما يمنعش إنه أي واحد عنده موهبة يشتي يمثل، تمام دخله يشتغل كومبارس، أهله دور بعد دور بشخصية بعد شخصية لما يوصل، لكن مش هكذا سوق. والله ما أنا داري من اختاره يا أستاذ، العفو منك حقك علي. الآن أقوم أبرعهم. يلا برع.
برا. خلاص تمام يا جوكر. يلا برا. يلا المخرج خليه يفترع برا ترى منطش. ايوه الله يا سلام. برا. وحقك يا ممثل حقك. يلا. هذه اخرتها. ايوه اللي قلت لك، اديني واحد ماء زيد جنبها، وهذه كشوكولاته يا اخي، ادري اسمها الله يحفظك. ايوه ايش تشتي يا سعيد؟ ها؟ ايش تشتي؟ جوكر انا اشتري اليوم اشكرك. ادي له واحد اشكرك يا من الله يحفظك. أفعل ايش شطة. تشكرني؟ ايش تشكرني؟ الان نسي نطلب لك. ما تشي. منين دخلت يا جوكر؟ اسمع خرج. أيوة. انا اشكرك اليوم لان انت اليوم حققت لي ولو لحظه من حلمي، وابصرتهم كيف يمثلوا وكيف التمثيل، وانا كنت اقول ان العمل هذا سهل وهبل. اكتشفت انك الهبل صح؟ لا الصدق انا اكتشفت انه يعني كل عمل ومهنه له ناسه واصحابه، وانه له مصاعبه ومتاعبه، وانا كنت اقول انه اي كلام، بس اكتشفت يعني انه الحلم والموهبه مش كفايه يعني انه واحد يحقق حلمه، يعني ضروري واحد يدرس ويسقط موهبته ويتعلم ويدرس، وانا قررت يا جوكر يعني لما اصغر ادرس تمثيل واخراج ومونتاج وكاميرا. تصغر ايه؟ صلي على النبي، تكبر مش تصغر. انا عندنا كبر. ها انا صغر من صغر. ها صح، انا لما اكبر ادرس خلاص، لما اكبر ادرس هذا كلهن. تدرسن كلهن كيف؟ ما ينفعش. شوف يا ابن خالي، انت لما تكبر ضروري تحدد لك مجال واحد وتتخصص فيه عشان تكون مبدع وتتقنه صح عشان تنجح فيه. اما تدرس جميع المجالات ما تنفعش. ما رايك تخصصها باله؟ والله انك تجي المركز الاول يا ولي على مستوى الجمهوريه بعد. باقي هذه بك قال مو معي. آه. خلاص انا اختار حاجه انا بصير اي شيء اللي احب الصدق ولا عندي رغبات صدق له كثير واتخصص به واكون متميز به. جوكر انا حكيتك ايش في نفسي وايش نفسي اطلع، وانت ما حكيتنيش ايش في نفسك، ايش حلمك؟ حلمي الشكل، انا جائع. صاحب المطعم قارح له. نسي المريالة حقه داخل، خليني ادخل اشوف شخصيته. اهرب قبل ما يطبخ لي.